السلام عليكم. نبدأ بسم الله ما شاء الله. معكم ابن الشام. اخواني حبايبي، الله يسعدكم جميعا يا رب، فردا فردا بدون استثناء، لكل شخص عم يشاهد هذا الفيديو ولكل متابع ومحب من قلبه لابن الشام. طبعا حبايب القلب، هلا اول شيء بالنسبة للمشاكل يلي بتواجه او اللي بواجهها المربي وخاصة المبتدئ بموسم الانتاج، اول شيء ممكن يصير في عنده مشاكل الانتاي، مثلا ما تلف العش، تمام؟ الانتاي تلعب بالخيطان مثلا وتزتهم بارضيه القفص. الانتاي اذا كانت انتاي بكريه، تمام، ممكن الذكر يفوت يخرب لها العش. في كثير مشاكل بتصير مع الشاب المربي. هلا هي من اسبابها الاساسيه والرئيسيه لما تحط انت الذكر مع الانتاي بقفص واحد، مثل معامل سيدنا ابو المفهوميه. سيدنا ابو المفهوميه يلي بيعطينا مناقيع ويلي بيقلنا تعال اتعلم. انا لما اروح بدي اتعلم من عندك، اول شيء فرجيني انتاجك. لكل شخص عم يشوف هذا الفيديو، فرجينا انتاجك. انت اللي عم تحكي وعم تقول للدكتور فرجيني انتاج، وفرجيني انتاجك انت اول شيء صاحب قناه صار لك يمكن 3 سنين 4 سنين اللي كانوا بحياتك. فاول شيء حبايب القلب، لازم بموسم غيار الريش، بموسم الراحه، بموسم التجهيز، لازم نحن نكون عازلين الذكر عن الانتاي. ليش؟ شو بيفيدنا هذا الشيء؟ هذا الشيء حبايب القلب بيفيدنا وقت نحن نبلش نجهز الانتاي، والانتاي تكون سمعانه صوت الذكر والذكر سمعان صوت الانتاي. يوم يصير هو يغرد، هي هون بتلف العش بعون الله وان شاء الله تعالى. بس هلا الفكره بالموضوع الا وهي انه ممكن الكل هلا مثلا يسال انه شو السبب انت عم تصور بالغرفه هي. السبب الا وهو مثل ما انكم ملاحظين انتم وراي، بالنسبه ل يلي بده يحكي ويتفلسف، تمام، وبالنسبه ل كلمه الدعس، طبعا تم الدعس عليك على الفيسبوك من قبل، وتم الدعس عليك على اليوتيوب من ابن الشام. شو عم تحكي ولا؟ ولي لمين الحكي ها؟ لا مو شو غني ما غني؟ لا تغني. شو غني؟ لا تغني. شو سويك شرحات ولا لحمه بعجين؟ لا هيك ولا هيك، يستر عرضك. وبتمنى منك اخي الكريم ما تحكي كلام اكبر من حجمك، احكي على قدك افضل واحسن، تمام؟ وقبل ما تحكي انت عن موضوع الكورس وما الكورس، لا تحكي عن الشخص مقدم المحتوى وتاخذ عنوان الفيديو منه، تمام؟ هاي حطها هون وحطها هون. يلي بده ينتقد بينتقد باحترام. وقبل ما تحكي عن موضوع الكورس وما الكورس الى اخره، اول شيء اعمل كورس ادبيا واخلاقيا، لان فضل الادب عن العلم، تمام؟ هي اول نقطة خلصنا منها. فاذا بدك تحكي عن اي شخص كان، لا تروح على قناته وتعلق من حسابات وهمية. انت اللي عم تعلق من حسابات وهمية، علق بحسابك انت، لا تعلق باي حساب وهمي، تمام؟ لانه بالنسبة للتعليق على سنة المحذوفات مع الحظر، ما بيناسبني او المفهوميه يلي عم تفلسف ومنقوع البندوره ومنقوع الجنجبيل ومنقوع الخيار ومنقوع البقدونس ومنقوع الباذنجان. حبيبي، اول شيء روح اعزل الذكر والانتاي. ما تخلي الذكر والانتاي بقفص واحد، تمام، تضحك على العالم وتقول لهم منقوع ومنقوع ومنقوع ومنقوع. فرجينا انتاجك. انت اللي حكيت عن الدكتور الفلسطيني وعم تطلب انت انتاجه، طيب فرجينا انتاجك انت من الكناري حصرا. تعرف ليش؟ رح اقول لك ليش. لان اللي بده بينتج الباجي اسهل منه ما في. صراحة انتاج الباجي، والكل المتابعين بيعرفوا انتاج الباجي اسهل منه ما في. يعني جيب ولد صغير من الشارع من برا بطلع لك انتاج الباجي. بس انت فرجيتنا شيء
انتاي لفت العش وباضت وطلعت فراخ وفطمت الفراخ انت، يلي انت جاي عم تحكي كلام اكبر منه. فاخواني حبايبي نحن نوصل للمرحله اللي بعدها، الا وهي وقت الانتايه عندك انت تلف العش. هون انت بتعمل عمليه التشويق يلي هو العازل السلكي اللي ملاحظينه انتم هون، العازل السلكي. تمام اخواني؟ بس تلف العيش بتشيل العازل البلاستيكي وتخلي فقط العازل السلكي. واذا ما عندك قفص، ممكن بعض الاشخاص ما عندهم قفص نفس القفص اللي عندي، الذكر بقفص والانتايه بقفص، وبتقرب القفاص على بعضها بحيث وقت الانتايه لفت العيش وبدك تعمل تشويق الذكر يشوف الانتايه. هيك بتسهل انت عمليه التزاوج وما بصير عندك نحن ان شاء الله اي مشاكل. ننتهي للوحده المفهوميه، عم يقول بعد الساعه 6 بتشعل الضوء، ربع ساعه، 6 وربع، 6 ونص، 7 الا ربع. كيف انت عم تعطي طبيعي لطيورك من المناقيع، ومن بعدها بتيجي بتعطيهم انت اضاءه اصطناعيه، بتكون الدنيا برا عتمه وبالليل وما في اضاءه. حبايب القلب، بالنسبة للإضاءة اسمعوا من العبد الفقير لله عمي، نحن عباد الله. بالنسبة للإضاءة حبايب القلب، عم تعتم العين عندك 4.5، طفي الإضاءة 4.5. عم تعتم العين عندك أنت 5، طفي الإضاءة عليهم 5. تمام؟ هلا إمتى نحن بنبلش نرفع ساعات الإضاءة؟ بنص شهر 12. اخواني حبايبي اسمعوا وركزوا، قسما بذات الله، اقسم بذات الله عم نقدم لكم اياها على طبق من ذهب وفي سبيل الله عمي. تمام؟ لا غاية عنكم الحمد لله رب العالمين ولا شيء، بس نحن وقت نشوف في عالم عم تخبص بالفصة لازم نطلع ونوضح، لازم نطلع ونوضح مع هيك عالم. بس مع غير عالم يا اخي اتركوا، ما له علاقة فيه، لاني انا بخطأ. الكمال لله عز وجل. الإضاءة بترفعوها، بتبلشوا ترفعوها بنص شهر 12. ليش بنص شهر 12؟ بنص شهر 12 اخواني حبايبي نحن بنكون بموسم التجهيز، بنبلش نرفع 5 دقائق. ليش 5 دقائق مو ربع ساعة مثل ابو المفهومية؟ لما ترفع يا فهمان ربع ساعة، ربع ساعة، ربع ساعة، انت خلال اقل من اسبوعين رح تكون وصلات الاضاءة عندك للساعة 12 بالليل. هي كيف زبطت معك انا ما فهمت. بترفعوا 5 دقائق 5 دقائق بنص شهر 12، بحيث نوصل نحن بعون الله ان شاء الله تعالى لنص شهر واحد تكون الاضاءة عنا وصلانة ما يقارب الساعة 8 او 7 تقريبا، يعني ما بين وبين حسب انت انه ساعة برا عندك الدنيا بتصير عتمة. قبل ما تشوف انتاج الدكتور اللي حكيت عنه التراكتور، قلت عنه للدكتور، مع احترامي للدكتور واحترامي لكل شخص عم يشوف الفيديو محب لابن الشام. تمام؟ خلينا نشوف انتاجك اول شيء انت. فلا تقعد تحكي كلام طالع نازل وتجيب وتقطش وتلحوش، فلا تقعد تتفلسف علينا وتطلع وتنزل، ولا تقعد تاخذ مواضيع غيرك وتحكي عليه وتنتقده انت بكلام يعني ما له محترم. بدك تطول بالك شوي صغيرة، مو مشان شيء، مشان صحتك.